يا جماعة، قضية الصحراء المغربية من أكتر القضايا اللي اتكلم عنها العالم العربي والأمم المتحدة على مدار سنين طويلة. بس المغرب من 2007 قدم طرح مختلف تماما اسمه مقترح الحكم الذاتي، وده باختصار حل سياسي واقعي بدل الكلام اللي ما بيخلصش. الفكرة بسيطة وواضحة. الناس اللي عايشة في الصحراء المغربية هيديروا شؤونهم بنفسهم، يعني عندهم برلمان محلي وحكومة محلية وميزانية خاصة، يتصرفوا في التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة. بس في نفس الوقت كل ده تحت السيادة المغربية، يعني الدفاع والعلاقات الخارجية والدين والمصالح العليا كلها تبقى بيد الدولة المغربية. الأمم المتحدة من وقتها قالت إن المقترح ده جدي وذو مصداقية، وأكثر من 85 دولة حول العالم أيدت الفكرة أو سحبت اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية. حتى أمريكا، فرنسا، إسبانيا وعدد من الدول العربية والأفريقية قالوا بصراحة الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد. وطبعا المغرب ما وقفش عند الكلام، بدأ فعلا ينفذ على الأرض. استثمر مليارات في مشاريع ضخمة زي ميناء الدخلة الأطلسي والطريق السريع من تزانيت لحد الدخلة، ومشاريع للطاقة الشمسية والرياح، وبيحول المنطقة لبوابة كبيرة بين المغرب وإفريقيا. ده غير إن أهل الصحراء نفسهم بقوا موجودين في البرلمان والمجالس المنتخبة، يعني ليهم صوت وقرار في مستقبل منطقتهم. المغرب كمان ركز على المصالحة الوطنية وفتح الباب لعودة كل اللي حابب يرجع يعيش في بلده بكرامة وأمان. الطرح ده مش عن انفصال ولا عن صراع، ده عن الكرامة والتنمية والوحدة. يعني المغرب بيقول ببساطة خلينا نبنوا المستقبل مع بعض بدل ما نفضل أسر الماضي. وهو ده اللي خلى العالم يشوف إن الحكم الذاتي هو الحل الذكي والسلام الحقيقي في الصحراء المغربية.